الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. اليوم الأول من عاشوراء أو محرم لعام 1437 الهجرة النبوية الشريفة، والرابع من أكتوبر لعام 2015 للميلاد. اسمي وكالعادة عبد الله مشهور الهذلي. طبعا يبدو وجهي مألوفا أو معروفا، فقد سبق وأن ظهرت في أكثر من مقطع أناشد فيه المسؤولين بالنظر في حالتي وتوصيل معاناتي ومناشدتي إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لكن مع الأسف لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. والله كانني في أرض فلاة، لا أحد يسمع، لا أحد يرى، لا أحد يتكلم، صم بكم عمي فهم لا يفقهون. ووالله وبالله وتالله ثلاثا إنني لأعلم علم اليقين أنهم رأوا مقطعي ورأوا مناشدتي إياهم، أعني المسؤولين، لكنهم لم يهتموا ولم يكترثوا. ووالله لقد أجبروني على أمر ما كنت لأقدم عليه أبدا. أسأل الله تعالى أن يبتلهم في أنفسهم وفي أموالهم، وأن يذيقهم وأن يصيبهم أشد مما أصابني، حتى يعلموا حينها قدر وحجم المعاناة التي أعانيها. أما أنتم يا أخواني الكرام، يا من تشاهدونني ولا تستطيعون أن تقدموا لشيء إلا الدعاء، أقول لا تثريب عليكم، وجزاكم الله خير جزاء، والدعاء بظاهر الغيب مستجاب بإذن الله تعالى. لذلك فإني أعود المرة الثالثة على التوالي وأناشد المسؤولين مهلا. هل قلت المسؤولين؟ أناشد كل من في قلبه ذرة رحمة، كل من في قلبه ذرة نخوة، كل من في قلبه ذرة شهامة. أناشدكم بصوت ملؤه الأسى والحزن والذل والقهر واليأس والضياع والهلاك. أناشدكم بأن توصلوا معاناتي ومناشدتي وإلى خادم الحرمين الشريفين شخصيا، إلى خادم الحرمين الشريفين شخصيا، أو ولي عهده أو ولي عهده حفظهم الله. وطبعا قد يتساءل الكثيرون لماذا لم ترسلوا أو تذهبوا إلى المسؤولين عن مثل حالتي؟ أقولها ورب الكعبة، لقد قدمنا بعدة رسائل وعدة برقيات إلى الديوان الملكي وإلى وزارة الصحة وإلى دوائر عديدة. المهم أننا لم نجني ولم نحقق منهم إلا ضياع الوقت والمماطلة، وكل دائرة ترمي وتقذف بها الأخرى وكأنني كرة قدم أو لعبة شطرنج عندهم، وكل هذا على حساب حالة المتداورة، حيث أنني أتعرض لتشوهات خطيرة جدا في يدي وفي قدمي وفي كافة أرجاء جسدي، وأيضا يصعب علي حتى الأكل والشرب، بل هو مستحيل إلا عن طريق الأنبوب المؤلم والمزعج، بالإضافة إلى إصابتي بالشلل الرباعي التام منذ سنوات، وإصابتي بداء اللوكيميا اللي هو سرطان الدم، عافانا الله وإياكم والمسلمين. وإن لم تتدارك حالتي في أسرع وقت فهو الهلاك لا محالة، إلا أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. لذلك فإن لدي نداء عاجل جدا إلى الإعلاميين، ونداء خاص إلى الإعلامي المخضرم داود الشريان بتوصيل الصوت ومناشدتي إلى خادم الحرمين الشريفين في أسرع وقت. فبمثله وبأمثاله من الإعلاميين ترفع القبعة احتراما وتقديرا وتكريما وتشريفا لهم، فبأمثالهم هم من يهتم بالمواطن، وهم صوت المواطن النابض. مع العلم أنني قدمت برسائل عديدة إلى بعض الصحف المرموقة والمهمة والتي تدعي وتتزعم المواطن وقضايا المواطن، لكنهم والله لم يكلفوا أنفسهم عناء الاطلاع على محتوى رسالتي، فضلا عن الرد أو النشر. ولا أدري ما هذا التجاهل وما هذا البرود وما هذا الجمود. إخواني، والله لقد ضاقت بي السبل وبارت بي الحيل، وليس لي حول ولا قوة إلا بالله ثم بكم. ما أريده منكم حتما هو أن توصلوا مناشدتي إلى خادم الحرمين الشريفين شخصيا. وكما تعلمون أن خادم الحرمين الشريفين ليس بمحتجب عن العالم أو عن المواطن، فقد قالها بالحرف الواحد: من كانت لديه مظلمة أو حاجة فليبديها ولا يخفيها،
فوالله لو علم والله لو علم عن مناشدتي له لقدم المساعدة، لكنه لم يعلم حفظهم الله. إخواني بارك الله فيكم، ما أريده منكم هو أن تبذلوا قصارى جهدكم وأن توصلوا مناشدتي بارك الله فيكم. ورقمي كالعادة هو 0556620904. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.